دائما أسمع أخواني عن الدعوة اللي يقولك يا رب تمسك تراب يقلب بإيدك ذهب. وسمعت قصة عليها رهيبة جدا. يقال في تاجر شامي ومعروف دائما الشوام تجار شاطرين. هذا التاجر بحياته ما تاجر أو ما اشتغل أو اشترى شغلة إلا يكسب، عمره ما خسر. فأصحابه بالسوق تجار ثانيين يتحدوه مرة، قالوا له يا رجل أنت دائما التاجر وما تخسر. قال والله هذا التوفيق من الله. قال لكن احنا نتحداك، انك التجارة اذا اشتغلت فيها مستحيل تربح. قال شو هي التجارة؟ قال تبيع تمر بالعراق. ومعروفة اخواني العراق صراحة بلاد التمر، وخاصة بيستخرجوا من التمر كمان الدبس العراقي. يعني عفوا مش دبس العراق، دبس التمر. بيحولوا التمر الى دبس سائل مثل المربى. قالوا توكلوا على الله ان شاء الله غير اخذ حمولتي وتجارتي وابيع التمر بوسط سوق بغداد باذن الله.